لو انت اهلاوي هتبقى زعلان ان فرقتك خسرت، لو انت زملكاوي هتبقى فرحان ان فرقتك كسبت. هي ما كسبتش طبعا، هي اتعادلت، بس التعادل بالنسبه لهم فوز. ليه التعادل بالنسبه للزمالك فوز؟ لان الزمالك بيمر بمرحله صعبه جدا. اداريا الدنيا متخبطه، مش احسن حاجه. في مشاكل كتير قوي في عقود اللاعبين، في لعيبه كتير قوي عايزه تجدد مش عارفين يجددوا لها. فاللعيبه في حاله نفسيه، المفروض ان هي حاله نفسيه سيئه. بس كل ده ملوش دعوه بالماتش. لعيبه الزمالك في ماتش الاهلي بتبقى من احسن ماتشات حياتهم. لو لعبوا كل المطوشه زي ما بيلعبوا قدام الاهلي هيعملوا نتائج كبيره. وبعدين هم بقوا يعرفوا يلعبوا الاهلي، هم بيلعبوا دفاع. هو عارفين ان كولر اي فرقه بتدافع قدامه ما بيعرفش يعمل قصادها حاجه. كولر بيبان في المطوشه اللي الفرق بتفتح لعب قصاده. غير كده كولر ما بيعرفش، ما عندوش حلول. اي فرقه بتقفل دفاع قدام كولر ما بيعرفش يتصرف. وهات كل ماتشات الزمالك قدام كولر، من ساعه ما الزمالك فهم ان هو قدامه بيقفل مش هيعرف يعمل حاجه، بقى يلعب على كده. الماتش الوحيده الماتش الوحيد تعتبر اللي كسبه اما قصير لعب وفتح اللعب، فالنتيجه كانت كبيره 4. غير كده كولر اي فرقه غير الزمالك بتقفل لعب قصاده ما بيعرفش يعمل قصادها حاجه. احنا لما بنكسب ماتشات الاهلي بنكسب الماتشات اللي الفرق بتفتح اللعب قصادنا. اي حد بيفتح اللعب قصاد كولر بيعرف يلعب عليه كوره حلو جدا، وبيعرف يطلع بنتيجه كبيره الماتش، وبيعرف يعمل مستوى كويس. اي فرقه بتقفل قصاده اللعب ما بيعرفش يعمل اي حاجه. علاوه على كده طبعا كل ماتش لازم يبدا غلط، كل ماتش لازم يبدا غلط، وبالذات قدام الزمالك. انت ممكن تعك في اي حاجه، انت ممكن تلاعب لعيب مش في فورمته وتنزله في اللعب، لكن تعك في المراكز مش هتاخد حاجه من الماتش. يلا الجاي احسن باذن الله.